واحد من اكتر الفيديوهات اللي طلبت مني اسرار الهيد شوت بنسر الصحراء، اقوى مسدس في لعبه فري فاير، المسدس اللي لو احترفته صح مش هتخسر ولا روم وهتبهر اصدقائك في كلاش سكواد. وفي الفيديو ده مش هعلمك اساليب الهيد شوت بس، لا انا هفهمك الحركه بتتم ازاي بالظبط ومناسبه لاي خصم من الخصوم، لانك لو عرفت خطوات تنفيذ الحركه دي حاجه، لكن فهمك للحركه نفسها حاجه تانية خالص، وده اللي هتعرفه في الفيديو ده. وهعرفك تعمل ايه لو الخصم كان بيتحرك، ومش بس كده كمان هعرفك الاخطاء الشائعه اللي انت بتعملها من غير ما تعرف وبتصعب عليك او بتمنعك من احتراف اللعب بنسر الصحراء، كل ده في فيديو واحد. فلازم تشوف الفيديو للنهايه لان كل ثانيه فيها معلومه مهمه. ومن غير ما اطول عليك يلا نبدا. بس قبل ما ابدا الشرح تنزل تعمل اللايك الجميل بتاعك زي كل مره يا اسطوره. اوكي، اولا كده سلاح نسر الصحراء من اقوى اسلحه اللعبه حرفيا، لانه في اكتر من اللي انت عايزه من مجرد مسدس. يعني المدى موجود، الضرر عالي، الدقه ممتازه، بس كده لا، كل ده من غير ما تحتاج لمثبتات زي اي سلاح موجود في اللعبه. وعلشان تحترف السلاح ده لازم تكون عارفه وفاهمه علشان ما تعملش اي خطا من اللي هتعرفهم بعد شويه. نسر الصحراء او الديزرت ايجل موجود بس في مود كلاش سكواد، وضرره على الجسم 90 وبيقل على حسب مسافه وضرر الخصم، وفي الراس بيدمج 495 وبيختلف على حسب مسافه وخوذه الخصم. بس خصمك كده ميت، ومش عايزك تستغرب لو شفت الضرر بيزيد عن ال 500 معايا في الفيديو ده، لان مستخدم شخصيه محمد رمضان اللي بتزود الضرر. تمام. ونسر الصحراء سلاح ثابت ومش ثابت. هتقول لي ازاي يعني؟ ثابت بمعنى ان اول طلقه دقيقه وبتيجي في الخصم، ومش ثابت بمعنى ان باقي الطلقات بتتشتت مع الضرب المستمر، فانت ركز على الطلقه الاولى بس. اما بالنسبه لاساليب الهيد شوت فهي بتختلف على حسب مسافه الخصم، وهجيبها لك بالتدريج من الخصم البعيد جدا لغايه الخصم القريب جدا. ونبدا بالخصم البعيد جدا، والحركه معاه بتكون زي كده. وخطواتها بتكون ازاي؟ ركز معايا. الخصم البعيد جدا انت بتكون شايفه بصعوبه، واول حاجه هتعملها هنا انك تخلي دايره الايم تتحول للون الاحمر، بعدها ترفع رفعه خفيفه جدا. يعني ايه رفعه خفيفه جدا؟ يعني ما ترفعش الايم بكل قوتك وتيجي تقول لي يا اسطوره انا نفذت الخطوات صح والطلق بيجي فوق راس الخصم. انا عايزك تفهم الحركه صح، لان الفرق بين اللي بيحفظ الحركه واللي بيفهمها ان اللي بيحفظ لما بيجرب لاول مره والحركه ما تظبطش معاه يقول انا مستحيل اعملها ويستسلم بسهوله، اما اللي بيفهم لما الحركه ما تظبطش بيعرف يحدد السبب وبيعالجه وبيكون مرن مع الحركه وبيعافر لغايه ما يحترفها. فهنا الخصم بعيد جدا، يعني الايم ماسك فيه بالعافيه، وانت لو نفخت في الايم بس هيفلت منه. فزي ما قلت لك ارفع رفعه خفيفه خالص، وفي الحركه دي ما تركزش مع مكان الايم نهائي، انت بس خلي الدايره تتحول للون الاحمر بعدها ارفع. ومع التدريب هتعرف لوحدك قوة الرفعة المناسبة ليك. وفي هنا خطأ انت ممكن تعمله لما تيجي تجرب الحركة دي، لان مع الخصم ده مش سهل انك تخلي الدايرة حمراء، فانا مش عايزك تاخد وقت طويل على بال ما تخلي الايم احمر، لانك ممكن تبلع الهيدشوت وانت واقف مكانك. والصح انك ما تثبتش مكانك اكتر من ثانيتين 3 وتحرك علشان تتفادى الهيدشوت. ده الخصم البعيد جدا، لو قربت شويه للخصم هيبقى خصم بعيد بس، وده الخصم اللي انت تقدر تشوفه بوضوح، والحركه المناسبه ليه بتكون كده. وخطوات تنفيذها سهله. الاول خلي دايره الايم تتحول للون الاحمر، بس النقطه ما تكونش على جسم الخصم، وارفع للاعلى رفعه مش قويه كتير. انت كده عرفت خطوات الحركه، لكن لسه ما فهمتهاش. تعال افهمك الحركه دي. انت عايز تخلي الطلقه لما تطلع تيجي في راس الخصم، وراس الخصم موجوده في منتصف الجسم، وانت لو خليت الايم على دراع الخصم مثلا ورفعت الايم هيرتفع مباشره للاعلى ومش هيجي على الراس. وعلشان تخليه يجي في راس الخصم لازم تخلي الايم في النص بالظبط، وده صعب او شبه مستحيل مع الخصم البعيد، لانك عايز تعمل الحركه بسرعه وبخفه عاليه. طيب تعمل ايه علشان تخلي الايم لما يرتفع يروح على الراس على طول؟ كل اللي هتعمله انك هتخلي دايره الايم خارج مركز جسم الخصم اللي هي المنطقه دي. يعني ممكن تخلي الايم هنا وممكن تخليه هنا وترفع. طب انت بتعمل كده ليه؟ لما انت تعمل كده اثناء رفع الايم تلقائيا بيروح لمنتصف الخصم ويتجه للراس مباشرة، يعني بيكون زي السهم ده كده. والرفعه ما تكونش قويه كتير ولا ضعيفه. وما تخافش يا اسطوره، انت وبتتدرب هتعرف الرفعه اللي بتظبط معاك. ولو الطلقه بتيجي فوق الراس مش عايزك تقول لنفسك انك بتعاني من مشكله الايم فوق الراس، لا انا عايزك تفهم لو بيحصل معاك كده اذا قلل رفعتك للايم شويه، لان الحساسيه اللي بتخلي الطلقه تيجي فوق راس الخصم البعيد صدقني هتحتاجها جدا مع الخصم القريب زي ما هنعرف بعدين. اذا الخصم ده هتخلي دايره الايم تتحول للون الاحمر بره جسمه وترفع رفعه معتدله.
اوكي لو قربنا شويه كمان للخصم، يعني لو الخصم كان مش بعيد كتير الطريقه هتختلف شويه وشكلها هيكون زي كده، وخطواتها سهله. كل اللي انت هتعمله بس قبل ما اقولك على الخطوات، انا شايفك مستمتع ومستفيد من الشرح، فانت ليه مش عامل لايك للفيديو؟ لو مش عامل انزل يا اسطى اعمل لايك، دي ضغطه زر سهله بس بتفرق معايا وبتحفزني لنشر فيديوهات اكتر. فيلا يا اسطى اعمل لايك للفيديو. عملت لايك؟ خد احلى قلب يا اسطوره. الحركه دي تعملها ازاي؟ اول خطوه انك تخلي دايره الايم تحت الخصم وتتحول للون الاحمر وترفع رفعه قويه للاعلى. الخطوات سهله ومش معقده اهي، وتعالى نفهم الحركه دي ازاي بتتم. لو تلاحظ في اي حركه للهيد شوت الايم لازم يعدي على منطقه جسم الخصم، والمنطقه دي عامله زي المحطه للايم، منطقه جاذبيتها للايم عاليه زي المغناطيس كده، والايم بيمسك فيها. وعلشان تخلي الدايره تعدي عليها وترتفع للراس لازم تديها دفعه، ولما انت تخلي الايم تحت الخصم وترفع بيكون طالع للراس بسرعه زي الصاروخ ومش بيمسك في الجسم. وشوف الامثله دي كده وركز فيها على الايم. خليت الايم تحت الخصم ورفعت للاعلى. ولازم تخلي بالك ان الحركه دي والحركات اللي قبلها خطواتها سهله، لكن بتحتاج تدريب منك علشان تتعود وتعرف قوه الرفع المناسبه للعبك وتليفونك. فهي مش سهله جدا وكمان مش مستحيله، هي سهله على اللي اتدرب كويس عليها وصعبه على اللي بيستسلم بسرعه ومش بيتدرب كفايه. طيب شو اعمل اذا كان الخصم عم يتحرك؟ تمام، ركز معايا يا اسطوره. انت بترفع الايم علشان توصله لراس الخصم، واللي راسه بتكون هنا وهو ثابت، لكن وهو بيتحرك راسه بتكون هنا. فانت لو رفعت رفعتك العاديه مش هتدمج الخصم اصلا، والصح انك هتنفذ نفس خطوات الحركات اللي اتعلمناها، ولكن ترفع رفعه مائله في نفس اتجاه حركه الخصم. لو بيتحرك لليمين ترفع لليمين، والعكس صحيح، لو بيتحرك لليسار ترفع لليسار. فهمت يا اسطوره؟ ايه والله فهمت، شكرا إلك حبيبي يا اسطوره، كفو عليك. انا راح اتدرب واهزم صديقي في الروم. ماشي يا وحش. وعلى فكره انا عايزك تشارك الفيديو مع صديقك. بس هو هيك راح يهزمني. لا انا مش عايزك تبص لها من الناحيه دي، خدها كمنافسه شريفه بينك وبينه، وكمان صديقك اكيد هتلعب معاه وما ضد ناس تانية او حتى ضد كلانات تانية، فساعد صديقك علشان تكون سكواد محترف. ايه والله كلامك صحيح، راح انشر الفيديو مع اصدقائي. خلاص ماشي. وانت يا اسطوره شارك الفيديو مع اصدقائك علشان الكل يستفاد. وبالنسبه لاسرار الهيدشوت بالنسر مع الخصوم القريبه هعمل لها فيديو كامل علشان نفهمها صح، وانت مش هتشوف الفيديو ده لو مش مشترك في القناه، فلازم تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان ما يفوتكش الفيديو لما ينزل. ولما الفيديو ينزل هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف وفي اول تعليق، ولو انت بتشوف الفيديو ده بعد فتره فتقدر تنزل تشوفه دلوقتي. بس قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو ما عملتش في الاول، واشترك في القناه عشان ما تفوتكش الفيديوهات المهمه الجايه. ولو عايز تحترف في كلاش سكواد انصحك تشوف اسرار الهيدشوت بالام 500 من الفيديو اللي قدامك، وهتدمر كلاش سكواد. وبس كده يا غالي، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.